الاجازه خلصت والروتين بيخبط على الباب، بس المره دي بقى احنا اللي هنسيطر مش الاكتئاب. محتاجين نرجع نومنا واحده واحده. لو انا متعود اسهر ومحتاج ارجع نفسي للروتين بتاع ان انا محتاج انام بدري، ممكن اخش على السرير كل يوم بالتدريج 15 ل 20 دقيقه بدري لغايه ما اوصل الميعاد المظبوط. ممكن كمان نكون عاده ممتعه الصبح، يعني مثلا اول ما تصحى مش لازم تفتح التليفون، اشرب كوبايه ميه، افتح الشباك، خد نفس عميق، شغل مزيكتك المفضلة. دي ملاحظات صغيرة بس صدقني بتفرق في مودك طول اليوم. الحلو بقى ان احنا نفطر فطار حلو، نحاول نقلل من النشويات ونزود من البروتين والالياف. احجز كمان وقت للحاجة اللي بتحب تعملها كل يوم الصبح. الروتين بيكون اسهل قوي لما بنصحى على حاجة احنا مستنيين نعملها، يعني اصحى اقرا لي كتاب، اتمرن، اكلم حد بحبه. محتاجين بقى نحرك جسمنا طول اليوم، مش لازم قوي تروح الجيم، بس كل شوية تقوم من على المكتب، تتمشى، تحرك جسمك، تسترتش. ده هيساعدك ان جسمك ما يبقاش مكسل. حط لنفسك هدف صغير اول اسبوع وحققه، ده هيزود الحماس خلال الاسبوع. نحط لنا بقى حاجه اخر اسبوع تفرحنا، سواء خروجه، تروح تاكل اكلتك المفضله، تحضر فيلم جديد. لما بيكون في حاجه مستنيين نعملها اخر الاسبوع، الاسبوع بيعدي اسرع. ابعت الفيديو ده لصاحبك اللي بيكتئب من الروتين. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الحلقه اللي جايه.